عاوزك تتخيل معايا ان في مسلسل في 2023 دلوقتي بيدس الاطفال، بيدس لهم كده حرفيا، بيدس لهم حاجات غريبه، وبيدس لهم اللي هم ايه، ما الشيوخ دول ناس وحشه، وبيدس لهم برضو ان الدين ده حاجه غريبه وكده، وفي اخطاء كتير جدا في الدين. ومش بيدس الاطفال بس، بالعكس بيدس للكبار كمان. تخيل كده معايا ان في اول حلقه بوم كده بيدسوا الاطفال من اول حلقه بالظبط كده، ان الشيوخ دول ناس وحشه. اول حلقه كده في طفل صغير بيقعد مع جده، فبيكلم جده، فجده بقى المفروض انه بينصحه في اول حلقه وكده، فبينصحه بيقول له انك ما تثقش في الشيوخ دي، الناس اللي هي بتكون بدقن وبجلابيات دي، الناس دي ما بتكونش حلوه وبتكون شريره. انت كده من اول دقايق في المسلسل ده انت بتدي الاطفال كده ان الناس دي ناس وحشه، والناس دي ناس يعني مش حلوه. بالعكس، يعني انت شايف مثلا اللي بيجي في الافلام واللي في الحقيقه بيكون عامل ازاي. يعني في شيوخ كتير ناس جميله وناس نظيفه، طبعا انت عارف ده. فانت لازم تخلي بالك من حاجه زي دي. وانا ما اتفرجتش على حاجه من المسلسلات دي، ولا بتفرج على مسلسلات، ولا هتفرج. انا كل اللي بشوف مثلا ان بيحصل ضجه على السوشيال ميديا، بيكون في ضجه على مسلسل، ايه ده جميل ومش عارف ايه، زي مثلا مسلسل رساله الامام اللي احنا عملنا عنه حلقه دي. الناس كانت شايفاه انه حاجه كبيره وكده، وطبعا كان مليان حاجات مدسوسه كده في المسلسل، حاجات كلها كفر بالله عز وجل، ورسائل كده بيوصلها لك، حاجات غريبه. المسلسل ده من اول قال احنا قلنا كده، دي من اول الحاجات الغريبه اللي حصلت في المسلسل. تعال بقى نتكلم عن الحاجات التانية. يعني انا كنت بشوف لقطات كده على السوشيال ميديا، بس حاجات غريبه حرفيا. عاوزك تكون عارف ان في شخص مات في المسلسل ده، مات يعني من زمان، هم جايبينه ايه بعد مرور زمن. المهم زمان ان في شخص مات، والشخص دول بغبائهم عاملين لهم حاجه اسمها مدد. مدد ده اللي هو فيه لحد دلوقتي ناس معتقده ان كده، اللي هو ايه، مدد يا شيخنا، اللي هو استغفر الله العظيم يا رب. هم فاكرين ان ده مثلا ايه بيحيي الموتى، وان ده هيرزقهم، وان ده هيوسع عليهم رزقهم، وان ده هو اللي هيجيب لهم، وان ده اللي هيشفيهم، وان ده اللي هيعالجهم. ده كله وده حاجات كفر بالله عز وجل مذكور في القرآن الكريم. المهم هما تقريبا الشيخ ده اسمه حامد، هما بيقولوا انه ده مدد. طول المسلسل بقى بيتعرض حاجات غريبة كده، اللي هو ايه، مدد، احنا ما عملناش مدد للشيخ ده فابوك مات، احنا مش عارف ما عملناش ايه فكان السبب. مدد يا شيخنا، مدد يا شيخ. فاهم، حاجات كفر بالله اصلا. ماشي، لدرجة ان كان الراجل الكبير بيدي ابنه الصغير كان الراجل ده بيدي حفيده عشان يشتري حاجة، اللي هو مدد برضه عن روح ابوه او كده. فحفيده راح اشترى بيها حلاوه، فكان اللي ردت كده ان جده توفى، فاهم ان دي جت في دي. وبرضه كان في برضه لقطه كده غريبه، ان واحد عايز يبيع الارض فبيقول لا مدد يا شيخنا، اللي هو بيستشير، كانه بيستشير المدد ده. لما تخيل حاجه غريبه زي كده بتتذاع دلوقتي على التلفزيون في رمضان كمان، يعني بيسيبوا السنه كلها، سنه 12 شهر 365 يوم بتتساب كلها في رمضان. ما سالتش نفسك بقى ليه الحاجات دي بتتذاع في رمضان والمسلسلات دي بتتذاع في رمضان؟ اول حاجه هي بتتذاع طبعا علشان بيكون ساعات العمل قليله والناس اجازه، فالناس كتير بتتفرج، فده بيجيب لهم فلوس وكده. تاني حاجه بتتذاع فيها تبعيد كتير عن الدين، انت ما خدتش بالك لحد دلوقتي، حاجات كلها غريبه. والمشكله الاكبر ان المسلسلات اللي بتتذاع دي المفروض ان بيكون عليها رقابه قبل ما تنزل، اصلا قبل ما تنزل والناس يشوفوها وكده، ان بيكون عليها رقابه ان الحاجات دي ينفع تتذاع للناس او ما ينفعش تتذاع للناس. والحاجات دي بيتوافق عليها انها تتذاع للناس لحد دلوقتي. حاجات غريبة جدا زي اللي احنا اتكلمنا عليه، وزي رسالة الإمام اللي قلنا عليها، اللي كانوا بيكفروا وبيحكوا حاجات وبيقولوا حاجات غريبة عن الإمام الشافعي، لدرجة إنهم خلوا شخصية الإمام الشافعي تروح بتروح لكاهن، الكاهن ده عشان يعمل له إيه، تعويذة بقى وكده، إنه هو مش عارف هيعمل إيه. في حاجات غريبة، أنت متخيل الحاجات دي بتتعرض على التلفزيون؟ تمام. وانا لحد هنا تقريبا خلصت، بس عاوزك تعمل حاجه، عاوزك ما تتابعش الحاجات دي. انت ليه بتتابع الحاجات دي اصلا؟ اهتم بنفسك. يعني انا عاوزك تهتم بنفسك، مش عاوز يعني انت بتضيع مثلا 3 ساعات في اليوم بتتابع حاجه زي دي. انت ممكن ال3 ساعات دول تتعلم 500، ممكن تنزل جيم وتبقى جسم وتبقى حاجه نظيفه، فاهم؟ فانت مش عاوزك تتابع الحاجات دي، مش عاوزك تضيع وقت كبير على الحاجات دي ليه اصلا، فاهم؟ ما تنساش تصلي على النبي. وكان معاكم معاذ محمود، سلام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.